السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. قبل ما نبدأ من الفيديو صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايبي لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشيروا فيديوهاتي، حطوا لنا لايك كبير لهذا الفيديو. يلا كنان احشي لك جبنة يا تيتا. وين الخبزة؟ الخبزة وين؟ سخن ولا بارد؟ بارد. لا سخن، هتا واجا من عند الفرن. شفت محلى الخبز؟ شفت محلى الخبز يا تيتا؟ حلو؟ احشي لك يلا جبنة؟ هات الجبنة يلا ارمي لي اياها. يلا ارمي، يلا زكفولو شاطر. هات ارمي له اياها. طيب ارمي. يلا يلا هات احشي له يا جميلة. طيب يلا هات افتحها يا تيتا. هات. لا خلص خلص، يلا وقفي وقفي. جبنا فيتا بس ايش بطعم شيدر. يلا خد يا كنان، خد خد. يلا احكي بسم الله، احكي بسم الله. يلا صحة وعافية يا تيتا. يلا كلي كل. زاكي فلان. ودينا على الفرن. أنا يلا احكي للمتابعين مرحبا. أكل. تاكل سامعين؟ بيحكوا لكم انه بدها. سيبها بقى احكي يا تيتا، سيبها بدها تروح لامها. يلا سيبها حطها على الارض. كنان كنان ايش اكلت اليوم؟ كنان مالك حامل ميشو؟ مع طب نزلها على الارض، حرام لا تنخنق. يلا يا تيتا نزلها. ها شفت؟ اليوم قررت اعمل لهم شيبس يا جماعة، عشان اليوم ما فيش غدا. خلص اليوم حكيت لهم انا اليوم مش حاعمل اكل، لانه خلص ما فيش عندي حاجة اعملها. قررت اعمل شيبس. حطيت هنا صحن طحين، حطيت ملح ونشا وشوية ماجي وحركتهم مع سوا، وبضيف عليهم مية عادية اللي هي سخنة من الحنفية، يعني مش من الحنفية، من القرب اللي انا معبياها، وبعجنها كويس. وبعديها بقطعها وبرقها بالنشا وبقطعها زي ما انتم شايفين بالفيديو. حبايبي لا تنسوا تدعموني على قناتي. اللي شافني الفيديو لهذه اللحظة يحط لي لايك على هذا الفيديو. الناس بتتفرج وبتنسى تحط اللايك يا جماعة. اتفرجوا وانبسطوا على فيديوهاتي اكتر واكتر، حنتعرف على بعض، وان شاء الله فيديوهاتي كلها حتنجح، ونوصل صوتنا لكل العالم يشوفوا من غزة من جوا الخيمة. وهينا عجنت العجينة زي ما انتم شايفين، بقطعها. وهيني رقيتها بالنشا عشان تقرمش، وبقطعها على شكل مثلثات زي ما انتم شايفين. سهلة الطريقة وحلوة وخفيفة وكمية يعني مش كتيرة، يعني عشان انت ما تتعبيش. عقد صحن صغير اعمليه واعجني. وهي الخطوة هذه طبعا انتوا عارفين في غزة انحرمنا يا جماعة الشيبسي والشوكولاتة والحاجات، يعني إلنا سنة ونص ما بنعرفش طعم الشيبسي اللي كنا نشتريه. شيبس الدوريتوس، شيبس الليون، شيبس البطاطا، كتير شغلات، الكورونا، الجلاكس، السنيكرز، شوكولاتات كتير برضو انحرمناها. بندعي توقف الحرب ويرجع كل حاجة ترجع إلنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين. ادعوا لنا دعوة حلوة واكتبوا لي في التعليقات يا جماعة، وصلوا لنا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بالصلاة على النبي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. وهنا حطيته على المصلية عشان ايش اجهزه للقلي. وين حطيت السيرج، فيش عندي سيرج كتير، هذا السيرج اللي عندي. قلت يلا خلينا نبلش نقلي. بعدين بحركه هيك بالراحة عشان ما يلبقوش في بعض. مش هيلبقوا كمان معاكم لانه انا حط عليه نشا مش طحين، من رق العجينة بالنشا.
تاعت الشيبس، وهي لونه ذهبي ما شاء الله. بصفيه منيح من السيرج وبحطه على ورق دفتر عشان إذا في سيرج يشرب السيرج تبع الشيبس. وبعدين بحط عليه بهارات اللي هن البهارات اللي بحط عليهن بهار اللهم صل على سيدنا محمد، بهار دجاج وبهار شطة وماجي. طبعا ملح بحطش لأنه أنا حاطة بالعجينة ملح، حتى المرة الجاية بدي أقلل شوية ملح حساه يعني شوي. هاي بهار الدجاج وبهار الشطة، وحطيت شوية ماجي بودرة. طبعا البهارات اللي بنحطها هذه عادية جدا، وين بهارات زمان، كله هنا سريع 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 بنعمل. وبقلبهن ببعض زي ما انتم شايفين بالطنجرة هيك بحركهم. الكمية بدك تعمليها قد ما بدك. اليوم خلص هاي الغدا شبسة، والعشاء خليكوا للآخر. إيش بدي أعمل لهم حاجة آخر الفيديو. لا تنسوا تتابعوني وتحطوا لي لايك كبير يا جماعة. وحطيتها أنا بورقة زي بنفع أفتح محل شبسة. أنا العمل لي بسطة على الباب. حطيت كاتشب لأني بحب أنا الكاتشب مع الشيبس خلص. وهنا عندي خلطة لعجينة البسبوسة، 3 كاسات مية وحليب بودرة ونشا، وبحركهم كتير مع سوا، ومعلقتين سكر. واخر اشي لما يجمد الخليط عندي بحط نشا، بحط عفوا بحط علبة قشطة. بحط علبة قشطة يا جماعة. وهنا عندي بيضتين وكوباية سكر وكوباية سيرج وباكيت فانيلا، وبحرك منيح 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 عشان البسبوسة تطلع عنا هشة وزاكية ولذيذة. بحرك منيح عشان البيض يدوب مع السكر والسيرج. وحطيت نتفة خل عشان ريحة البيض. جاء عبالنا من زمان برضو ما أكلنا البسبوسة هذه بالقشطة. والله العظيم 1.5 سنة ما أكلنا البسبوسة بالقشطة، 1.5 سنة يا جماعة. وهنا حطيت كاسة مية، حطيت أنا شوية سيرج مع معلقة سمنة هيك يعني للنكهة. معلقة السمنة لأن السمنة عندنا غالية عندنا في الخيام في النازحين يعني غلوا كل حاجة وقفت على السمنة. وحطيت 3 كاسات سميد وكاسة جوز هند كله، وشوية وباكيت باكيت بودر حطيت، أو باكيت ونص ممكن تحطوا. أنا نص معلقة حطيت عشان أنا عندي نفل مش بالباكيتات. وهيني حطيت آخر إشي الجوز الهند، وحطيت آخر إشي البيكنج باودر. وبحركهم كتير كتير منيح عشان أقسم الخليط لقسمين. القسم الأول لحفرده بالصينية، وبعدين المهلبية اللي بنحكي عنها هذه الخلطة البيضاء، وبعدين الجزء الثالث. قبل ما أبلش بحط في قاع الصينية بدهنها بس بالطحينية أنا، وبعدين بحط البسبوسة. خلينا نشوف كيف بالفيديو أنا هعملها. وطلعت يا جماعة كتير زاكية كتير زاكية. طبعا أنا بنصح أكل البسبوسة بالقشطة بالذات إلا لما تبرد الواحد إيش ياكل، وشوفي كيف طعمها بصير. وهيني بفرد في عجينة البسبوسة. وهيني حطيت المهلبية اللي أنا عملاها. علبة القشطة يا جماعة ب12 شيكل. فيش مزح عنا هنا، فيش مزح، كله نار نار نار، كل حاجة نار عنا. فيش حاجة رخيصة نشتريها يا جماعة. بدك تاكلي أكلة بدها تكلفك بالشيء الفلاني. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا يديبها نعمة علينا، والله يعطينا ويعطي كل المسلمين ويفرج علينا يا رب الحرب اللي احنا عايشين فيها. ادعونا يا جماعة الحرب تخلص يا رب. ادعموني على القناة، ادعموني على القناة، ادعموني على القناة عشان فيديوهاتي لكل العالم تشوفها. وصلوا صوتي أنا وصوت الكل اللي زيي اللي عايش في خيمة النزوح يا جماعة. وهي الطبقة الثالثة من البسبوسة أنا بعملها. طبعا أنا خيمتي على الشارع، في أصوات شاحنات وسيارات وكرات كل إشي اللي بدكم إياه. طبعا أنا خيمتي بالعافية لما أنا لقيت أحطها يا جماعة في هذا المكان. وهين وديتها على فرن الطينة. كانت الدنيا المغرب
وحعملت لها قطر يكون تقيل، مش قطر مرق، لا يكون سميك أحسن القطر، عشان البسبوسة اللي بالقشطة ما تفرط معاكم. القطر يكون بارد ويكون سميك. وعندي بقطعها عشان القطر يعبر معها، وبغطيها وبعدين بقطعها وبناكلها وصحتين وعافية. تفضلوا معنا حبايبي، بحبكم كتير من قناة تو فلاورز. طبعا أنا بتعب لما بصور هذا الفيديو كتير لأنه النت بكون عندنا مش بالسهولة زي ما انتم عارفين، وبطول بخلص شاحنة والفيديو لسه ما بنزل يا جماعة. وهيني قطعتها زي ما بتفتح النفس. حبايبي بحبكم كتير، أنا من غزة أرض الرباط، ادعمونا على هذه القناة. حبايبي 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 بحبكم كتير.